أهلا بيكم. قبل ما نبدأ ما تنساش تصلوا على النبي وتشترك في القناة وتفعل الجرس علشان يوصلك كل ملخصاتنا الجديدة. بدون ما أطول عليكم يلا بينا نبدأ. بتبدأ أحداث الفيلم من 17 سنة فاتوا في قلب الغابات الكثيفة، وهناك هليكوبتر بتهبط على جزيرة سامت، وبنشوف دكاترة وعلماء كتير بيحللوا الدي ان ايه بتاع انواع عديدة مختلفة. وفي غرفة التجميد جثة محفوظة شكلها ديناصور عملاق، وفي نفس الوقت في أوضة تانية اتنين متخصصين بيدخلوا علشان يعملوا عملية، بس بيحصل خطأ فادح في الاحتواء وهما بيحاولوا يقفلوا بوابة. حتة صغيرة بتقف في طريقها وبتمنعها تقفل كويس، ده بيخلي الإنذار يضرب، وفورا كل الموظفين بيبدأوا يقفلوا البوابات يدويا علشان يمنعوا اللي محبوس جوه يهرب. لكن الدكاترة اللي دخلوا علشان يدوا الدواء مش بيلحقوا يخرجوا، وبيموتوا بشكل مأساوي على ايد الديناصور الهادين اللي هم نفسهم عملوه. وبعد كده بنشوفهم وهم بيدينوا حيطان كانت مزينة برسومات ديناصورات. الزمن بيسيب أثره، والمعارض المخصصة للمخلوقات دي بقت معبورة. وفي المدينة الأخبار بتتكلم عن براكيوسور عجوز هرب من مكانه وعمل زحمة مرور جامدة. الكائن ده هو كمان آخر واحد من فصيلته عايش في أوروبا كلها. وهنا بنتعرف على مارتن كريبس، ممثل عن شركة باركر جينيكس للصناعات الدوائية، وهي شركة بتطور أدوية جديدة. بتوصله صورة بيلت اللي هو كان طالب يقابلها علشان يكلمها عن مهمة فريدة من نوعها، بس مليانة مخاطر قانونية ومعضلات أخلاقية. كريبس بيشرح لها إنهم ناويين ياخدوا عينات من أقوى 3 ديناصورات على الأرض علشان يعملوا دواء فوري يقدر يعالج أمراض القلب وينقذ أرواح كتير، لكنه بيحذرها من الأنواع دي موجودة في جزر استوائية، ودي مناطق محظورة تماما على أي حد يدخلها لأن كل حكومات العالم منعت الدخول للمناطق دي. ومع ذلك كريبس بيكشف إنهم ناويين ينفذوا المهمة دي باستخدام شخص مدني. صورة في الأول بترفض العرض لكنها بتقف تفكر شوية، وفي الآخر بتسأل ممكن تكسب فلوس قد إيه من شغل زي كده. لسؤالها كريبس بيعرض عليها مبلغ ب6 صفار، وهو بالظبط المبلغ اللي هي محتاجاه علشان تأمن مستقبلها. في النهاية الصورة بتوافق. بعدها الاتنين بيروحوا مكان أهدى علشان يكملوا كلامهم. بيروحوا متحف على وشك يقفل مخصص للعصر اللي كانت الديناصورات مسيطرة فيه على الأرض. هناك كريبس بيقدمها للدكتور هنري لوميس وبيقول إنها هتبقى المتخصصة المسؤولة عن المهمة. كريبس بيوضح إنهم محتاجين يصطادوا ديناصورات حية علشان الأبحاث والتطوير النهائي لأدوية القلب. بيشرح إنهم بيدوروا على أكبر قلوب بين المخلوقات، لأن كل ما كانت أكبر كل ما عاشت أكتر، وده مفتاح نجاح الدواء بتاعهم. الهدف الرئيسي هو الإمساك ب3 أنواع: الموساسور اللي عايش في المحيطات، والتايتانوسور الأرضي، والكيرزيكوالتس اللي بيحلق في السماء. كل حيوان من دول ممكن يعيش أكتر من قرن. كريبس وصورة بيحاولوا يقنعوا دكتور لوميس ينضم للمهمة باسم العلم وإمكانية إنقاذ أرواح لا حصر لها، لكن هنري بيبان متردد وبيقول إن دي مهمة غير قانونية. كريبس من ناحيته بيرد عليهم بحدة إن رفضهم ده هيثبت إنهم مجرد هواة صيد حيوانات، وبيفكروا من الأسبوع اللي فات يا دوب باع 12 تذكرة، في حين إن زمان في عز الاهتمام بالديناصورات الناس كانت بتقف طوابير بالساعات علشان تجيب تذكرة. وفوق كل ده كريبس بيأكد إن النهارده تقريبا محدش عاد مهتم بالحيوانات دي. تحت الضغط والحجج اللي اتقالت دكتور هنري لوميس في الآخر بيوافق يشارك في المهمة. بعد كده القصة بتنقلنا لسورينام، وبنشوف ناس بتراهن في جو حيادي تماما. هناك سورا وكريبس بيتقابلوا مع دينكان علشان يعرفوا قرر يوافق على المهمة ولا لأ، لأن كريبس بيتكلموا عنها في التليفون قبل كده. دينكان بيعترف إنه فكر في الموضوع خصوصا علشان خاطر السورا، بس هو متردد لأنه شايف إن مخاطرة كبيرة على مركبه اللي لسه ما خلصش تمنها. سورا وهي مقتنعة إن دينكان هو أفضل اختيار بتقول لكريبس إنها اشتغلت معاه فترة طويلة علشان يقنعه. كريبس بيوافق يضاعف له المبلغ اللي كانوا اتفقوا عليه في الأول. في النهاية دينكان بيوافق على العرض، وبعدها بنتعرف على بوبي ووتر مسؤول الأمن في الفريق، وشغلته إنه يمنع الديناصورات تهاجم أو تاكل أي حد. بوبي هو كمان هيكون جزء من البعثة. أول عينة ناويين يجيبوها موجودة قرب خط الاستواء على بعد حوالي 240 كيلو متر من مكانهم الحالي. وهما بيقربوا من المكان دكتور هنري لوميس بيجهز سهام خاصة فيها أنابيب صغيرة علشان تجمع عينات الدي ان ايه، لكنه بيوضح ان السهام دي مش هتكون فعالة إلا لو قدروا يقربوا لمسافة أقل من 10 متر من الديناصور. وفي الطريق دين كان بيقرب من صورة وبيعزيها في بوكر اللي مات في مهمة قبل كده وكان خسارة كبيرة ليها. شوية وبعدها دين كان بيتكلم عن حياته الشخصية وبيحكي لها إن هو ومراته
كانوا بيتقابلوا بس علشان يزوروا ابنهم الصغير، وعلشان كده قرروا في النهاية إن كل واحد يروح لحاله. سورة بنبرة هزار وضحك بتقول إنهم هما الاتنين حالتهم تصعب على الكافر، وإنه بالرغم من كل ده لازم يعيشوا علشان ياخدوا الثروة اللي مستنياهم. لكن دين كان بيقول إنه حاسس إنه محتاج يعمل حاجة مبهرة بجد طالما لسه قادر. الفريق بيكمل طريقه بيتقدم 75 كيلومتر ناحية الجنوب، وفي اللحظة دي القصة بتورينا عيلة راكبة مركب شراعي صغير في نص المحيط. روبن الأب بيكلم بنته الصغيرة إيزابيلا وبيسألها عن أختها تيريزا. فورا تيريزا بتطلع من جوه المركب، وروبن بيسألها عن حبيبها وبيفكرها إن ده دوره يمسك الدفة. شوية وبيظهر خافير عبيد تيريزا ولسه باين عليه النعاس، لكن خافير بيرفض يمسك الدفة وبيقول انه تعبان جدا، وبيقترح بدل كده انهم يرموا الهلب. روبن بيشرح له ان ده مش ممكن لانهم فوق عمق 2000 متر والهلب يا دوب بيوصل 50 متر. قدام الموقف ده روبن بيقرر يهمل هو سواقة المركب ساعة كمان، وبعدها مستني خافير يستلم دوره. تيريزا وهي بتحاول تهدي الجو بتعرض انها تاخد دور حبيبها. روبن وهو متضايق بشكل واضح بيعاتبها وبيقولها انه كان مستني انهم يفضلوا مع بعض كعيلة علشان يقدروا يودعوا بعض كويس. تيريزا وهي مستسلمة وعلشان تهدي ابوها بتأكد له انها بس هتروح نيويورك. فجأة صوت غريب بيخطف انتباه روبن اللي بيدي الدفة لبنته إيزابيلا علشان يشوف فيه ايه. بيكتشف وقتها انهم متحوطين بمحروقات ضخمة ديناصورات. روبن وهو مش مصدق بيرفض يصدق ان المحروقات دي ممكن تكون لسه عايشة، خصوصا انهم كانوا فاكرينها شبه منقرضة. في نفس الوقت خافير اللي كان نام بيتحبس تحت في المركب. روبن بيأمره يطلب مساعدة بالراديو، بس الشاب بياخد وقت علشان يستوعب. في النهاية روبن بيقدر يطلع على السطح مع بناته، وشوية وخافير بيقدر يطلع هو كمان في نفس اللحظة اللي بيظهر فيها محروق بحري ضخم جدا من المية. خافير بيرم بكل قوته بيقدر يطلع تاني على المركب، وبيطلع سليم من الحادثة والراديو في ايده. بعد كده الصورة بتكون بتتأمل البحر وهي سرحانة، وشوية حزن باين في عينيها لحد ما بيقطعها الشخص المدني اللي في المجموعة بيسألها لو هي فعلا مرتزقة. صورة بتهز راسها وترد علينا حياتها بالرغم من خطورتها إلا إنها مثيرة أكتر بكتير من حياته، لأن عمر ما حد ضرب عليه نار. بعدها بتودعه وتروح ترتاح وبتتمنى له ليلة سعيدة. وتاني يوم الصبح دين كان بيسمع في الراديو إرسال جاي من نفس العيلة اللي شفناها قبل كده، بس مكانهم على بعد 45 كيلو متر في عكس اتجاه الطريق اللي هم ماشيين فيه. روبي بيقترح إن حفر السواحل ممكن يتصرفوا في الموضوع، خصوصا انهم على بعد 3 دقايق بس من المنطقة اللي فيها الموساسور. لكن صورة بتقنعهم انهم لازم يروحوا يساعدوا العيلة حتى لو ده معناه انهم يبعدوا عن هدفهم الخطير الاصلي. ومن ناحيتها العيلة بتكون تعبت من كتر الانتظار. في نفس اللحظة دي بيلمحوا مركب صورة وهو بيقرب، وفورا بيحكي لهم عن شكل المحروقات اللي هجمتهم. كريبس مع ذلك بيقاطعهم علشان يصر انهم لازم يكملوا المهمة، وبما ان الشباب ما يعرفوش ايه هي المهمة دي بالظبط بيحاولوا يغيروا الموضوع. وفي اللحظة دي بالظبط بيلاحظوا ان الموساسور قريب لأنه لقاهم، وهم بيجهزوا علشان يصطادوه ويكملوا هدفهم. بيقرروا يسيبوا العيلة تستمتع وبيأكدوا لهم إنهم مجرد ما يخلصوا المهمة هيبقوا في أمان. لكن لما الشباب بيطلعوا يدوروا على الموساسور بيكتشفوا إنه سريع جدا. صورة لازم تستنى المحروق يقرب لمسافة 10 متر بس علشان تقدر تضربه. شوية بشوية بينجحوا يقربوا من الموساسور. صورة بتضرب طلقة، بس الحيوان وهو مشغول بالطلوع والنزول بين الأمواج بيتفادى الضربة. أخيرا صورة بتنجح تصيب الهدف، والأنبوبة بتتملي دم وبينجحوا يمسكوه، وبيحنوا صورة على تصويبها الممتاز، وكمان الدكتور على السلاح اللي صممه. ولما بيجوا لوحدهم جوه المركب الدكتور بيشرح للصورة إن الدواء اللي ناويين يعملوه من المادة الجيلية للديناصورات هيكون متاح بس لمجموعة قليلة من الناس، لأن مش كل الناس هتقدر على ثمن الدواء الغالي ده. وكمان بيفكر إنها لازم تفكر في مصلحة الكل، لكن هي بتطلب منه يبطل كلام. توالي وبتظهر نفس الديناصورات اللي كانت هجمت العيلة قبل كده. دول مفترسين جايين علشان يصطادوا الموساسور. وفي اللحظة دي بوبي بيطلع مصمم يضرب نار كذا مرة، بس توقعه مش بيعمل حاجة. ريلي إنها بتحوله لهدف سهل للمحروقات اللي في الآخر بتقتله. بعدها على طول الموساسور بيظهر تاني وبيهجم عليهم هما كمان، وبيجبرهم يتجهوا ناحية شوية صخور. في نفس الوقت روبن بيطلب من تيريزا تكلم الطوارئ وتطلب مساعدة،
ودينكان بيودي المركب ناحية جزر قريبة لأن الموساسور ما بيقدرش يعوم في المية العميقة، لكن في خطر إنهم يهبطوا في الصخور ويغرقوا، فبيبدأوا يجهزوا علشان ينطوا. لكليرك اللي كان بيتناوب على قيادة المركب بيساعد علشان يخلي الموتور شغال، ومن ناحيتها تيريزا بتاخد الراديو، بس كريبس بيوقفها وبيحذرها إنهم ما ينفعوش يبلغوا أي حد. تيريزا وهي يائسة بتتزحلق وبتقع في المية، وحبيبها خافير بيرد وراها علشان ينقذها. وبما إن المركب عمال يخبط في الصخور، في الآخر الكل بيضطر ينط في البحر، ولأنها منطقة ميتها مش غويطة الكل بينط ما عدا دينكان اللي في النهاية بيهبط بالمركب. النايجين بيعوموا بصعوبة لحد ما بيوصلوا للجزيرة. تيريزا بتتقابل تاني مع حبيبها وبتقول إن الراجل اللي في المركب حاول يقتلها. كريبس بيوصل الشط بصعوبة كبيرة وبيقول لهم لازم يدخلوا جوه الجزيرة أكتر لأن منطقة الساحل فيها مخلوقات بر مائية بتلف. دينكان من ناحيته بينجح يوصل بر الأمان، وليلى اللي كانت برضه جزء من الفريق بتكون بتلم شوية إمدادات لما بيهجم عليها ديناصور محدش كان واخد باله منه. وفي الوقت ده روبن وبناته وخافير بيوصلوا مكان بيشوفوا منه منظر رائع للجزيرة. كريبس بيقرب من صورة وبيكشف لها إن في طفرات وإن اللي خطف نيلا كان واحد منهم، وكمان بيعترف إنه خبى عليهم معلومة مهمة. في الجزيرة دي عايش ديناصورات معدلة وراثيا لأن الأنواع العادية بدأت تبقى مملة في الحديقة. هناك في معمل مخصص لإنتاج أنواع هجينة، مع إن بعض المخلوقات دي كان صعب على الباقيين يتقبلوها لأن كل طفرة قيمتها 72 مليون دولار، وعلشان كده ما ينفعش يقضوا عليها. في اللحظة دي صورة بتكشف إنها استقبلت فريق متخصص في الإحلاء، والفريق ده عنده أوامر يتدخل لو ما سمعوش منهم أخبار خلال 24 ساعة. حسب خطتها هيحلقوا فوق المنطقة عند غروب تاني يوم، بس هيقدروا يراقبوا لمدة دقيقتين بس لأنهم لو غلطوا هيبقوا في خطر شديد. دلوقتي المجموعة بتواجه الطفرات ومهمتهم بقت قبل أي حاجة هي إنهم ينجوا بحياتهم لحد ما الهليكوبتر تقدر تيجي تساعدهم، بس من غير ما يبطلوا يجمعوا العينات اللازمة علشان يكملوا الهدف الأصلي. ومن ناحيتها العيلة بتكمل رحلتها بتدور على مخرج علشان تلاقي راديو تطلب مساعدة، وكمان تبلغ عن كريبس لأنه حاول يقتل تيريزا. في نفس الوقت باقي أعضاء الفريق بيتكلموا إن التيركس موجودين في وسط الوادي وعلشان كده لازم يتحركوا بحذر. وبعد شوية صورة بتستجوب كريبس عن اللي حصل مع تيريزا وازاي وقعت في المية، بس هو بيصر إن ما حصلش حاجة غريبة وإنها ببساطة اتزحلقت، لكن صورة مش بتصدقه وبتحذره إن لو اكتشفت إن في حاجة تانية حصلت هي اللي هتتصرف معاه بنفسها وهتديله درس. وبعد كده البنت الصغيرة بتقابل ديناصور عبارة عن طفرة حجينة وأختها بتخوفه وبتمشيه شوية، وروبن بيعبر لخافير على امتنانه لأنه نط في البحر علشان ينقذ تيريزا. وفي نفس الوقت كريبس بيقرب من البحيرة علشان يملى الزمزمية بتاعته مية وبيكتشف عقد متعلق بين الصخور. لما بيلف بيلاقي بقايا هليكوبتر متدمرة نفس الهليكوبتر اللي ظهرت في أول القصة. وعلى الجنب التالي في مجموعة العيلة خافير بيستكشف حواليه بيدور على طريق آمن، وهو مقتنع إنهم لازم يمشوا ورا المواسير اللي تحت الأرض علشان يوصلوا لمنشآت الجزيرة. ووقت ما روبن وبناته بيرتاحوا روبن بيعتذر لخافير لأنه شتمه وبيشكره تاني لأنه أنقذ بنته. خافير مع ذلك بيعترف له إنه حتى مش عارف ليه تيريزا لسه معاه، وروبن بيرد عليه إنه حتى لو الناس اتكلمت وحش عن الواحد لازم دايما يثبت بأفعاله إن الكلام ده مش حقيقي، وإلا هيكون في خطر إن الكلام ده يبقى حقيقة. بعد الكلام ده خافير بيبعد علشان يروح الحمام. في الوقت ده البنت الصغيرة بتصحى وبتكتشف إن الديناصور الصغير المتحور رجع يشوفهم ونام جنبهم. من ناحيته خافير اللي كان راح يقضي حاجته بيتفاجئ لما ديناصور بيقرب منه بالراحة. في نفس اللحظة ديناصور تاني بيظهر بس فورا مخلوق أكبر منه بيقتحم المشهد، بينقض على الاتنين وبياخدهم وبيطير، وده بيسبب لخافير أكبر رعب في حياته لحد اللحظة دي. بعد كده بيجي تاني يوم والفريق بيكمل تقدمه. كريبس بيقول إنه بالرغم من إنه ديناصورات كتير بتاكل نباتات إلا اللي مفترسينهم مشكلة، وده بيمثل خطر مستمر. وبعد شوية بيبدأوا يسمعوا أصوات جاية من أنواع مختلفة، وعلشان كده بيقرروا يمشوا في منتهى الهدوء. فجأة بيظهر قدامهم ديل ضخم بيكشف عن وجود التيركس الأرضيين. ووقت ما الشباب بيجروا يدوروا على مكان يستخبوا فيه بنشوف إن المخلوقات دي بالرغم من شكلها المهيب بتظهر حركات حنينة. صورة بتجهز سهم علشان تسحب دم، والدكتور وهو متحمس بيقرب علشان يلمس رجل الديناصور وبيحس بشعور فريد ما بيتكررش. صورة بتنجح تقرب وبتضرب السهم وبينجحوا ياخدوا عينة الدم، وبيكتشف إن المنطقة دي عايش فيها أعداد كبيرة من النوع ده.
ومن ناحيتها العيلة بتكمل طريقها بتدور على المنشآت اللي سمعوا عنها كتير، والبنت الصغيرة لسه معاها ديناصورها الصغير المتحور اللي قررت تسميه دولوريس، وهي مصممة تاخده معاها البيت. وهما مش مركزين بيزحرقوا وبيقعوا، دولوريس بيقع هو كمان بس بيخاف وبيبعد لأنه شكله حاسس إن المكان ده خطير. تيريزا بتلمح مركب من بعيد وبتقرر تروح وراه لأن أبوها مش قادر يمشي بصعوبة. تيريزا بتقرب شوية بشوية من مكان المركب، بس في الطريق بتكتشف آثار ديناصور ميت. لما بتقرب أكتر فجأة بيظهر ديناصور تاني، بس ده بيحس بوجود مفترس أكبر منه وبيقرر ينسحب. وإلى تيريزا لما بتلف بتكتشف تيركس نايم، ومع ذلك وهي مصممة توصل للمركب اللي قدامها بتكمل طريقها. لكن لما بتوصل للمركب المزعوم بتكتشف بحسرة إنها مجرد مقدمة لمركب مائس ومهجور. وهي ياسا بتدور في المنطقة أكتر وبتلاقي شنطة طوارئ، ومن ناحيتها البنت الصغيرة بتقرب من دولوريس وبحزن بتقول إنها لازم تمشي لأن المكان ده مش آمن ليه. وتريزا بتجر الشنطة لحد الرصيف أقرب ما يكون للبحيرة. تلاقي بتشوف التعليمات المطبوعة على الشنطة اللي بتقول إنها لازم تتنفح على الأرض اليابسة. من الناحية التانية من البحيرة روبن بيزعق لها من الفوحاش، بس تريزا وهي مصممة تسيب الجزيرة بتقرر تتجاهل كلامه وبتنفخ المركب. لكن صوت المركب وهو بيتنفخ بيصحى الديناصور الضخم اللي كان نايم لحد اللحظة دي. بالرغم من إنه مش بياخد باله من وجود تريزا على طول، الحيوان بيقرب من حتة تانية في البحيرة علشان يشرب مية. وهي مستغلة إن الديناصور مشغول، تريزا بتنقل المركب المطاطي لمكان عيلتها. البنت الصغيرة وقلبها مقبوض بتسيب في النهاية الديناصور الصغير دولوريس، والكل بيركب بسرعة في المركب. لكن التيار القوي بتاع البحيرة بدأ يجرفهم ناحية المنطقة اللي فيها تيركس، وهم مرعوبين بدأوا بيهدفوا بيأس علشان يحاولوا يبعدوا. بس الديناصور العملاق بيغطس وبيبدأ يروح وراهم، وفي حركة سريعة ووحشية تيركس بيسبقهم وبدفعة واحدة بيقلب المركب وبيرميهم في المية. وبالرغم من إن العيلة بتنجو، التيركس لما بيلاحظ إنهم لسه عايشين بيكمل مطاردتهم وبيبقى على وشك يلتهم روبن وهو بينهج وصوته متقطع بينادي على الباقيين يستحبوا بشوية سحور علشان يمنعوا التيركس يوصل لهم. لكنه بعد شوية بيكتشف برعب إن بنته الصغيرة مش موجودة، وهو بيصرخ باسمها بياس بيبدأ يدور عليها من غير توقف. وقتها إيزابيلا بترد وروبن بيستوعب، وهو مرتاح من البنت استخبت تحت المركب لأنها ما بتعرفش تعوم. بس الدوشة والصريخ بينبهوا التيركس هو كمان، واللي بيحدد مكان البنت وبيهجم عليها وبيرفع المركب بأسنانه الضخمة. روبن اللي خلاص بقى مقتنع إن المخلوق أكل بنته بينهار، لكن بعد ثواني إيزابيلا بتظهر وهي بتروم ناحيتهم. لما بينجحوا يتجمعوا أخيرا التيركس بيحاول تاني يمسكهم، بس الصخور بتمنعه، وهو غضبان الديناصور بيرمي المركب عليهم بعنف قبل ما يمشي وهو بيزقر من الإحباط. وفي نفس الوقت الفريق نجح يوصل لأعلى صخور في الجزيرة لأن هناك في عش الكيتسالكواتلس، وهم عارفين إن أأمن بكتير ياخدوا عينات من البيض بدل ما يخاطروا يمسكوا واحد بالغ، لأن الحيوانات دي أكلة لحوم وممكن تلتهمهم في عمدة عين. ليكليرك بينزل الأول ووراه على طول سورا وهنري بينجحوا يوصلوا مدخل شبه معبد قديم، وهناك أخيرا بيلاقوا البيض الغالي. هنري بيبدأ ياخد عينات من البيض، وفي وسط الشغل بيقرر تاني لسورا فكرة تسليم العينات للسلطات مباشرة بدل ما يدوها لكريبس. علشان كده الكل هيقدر يستفيد من التقدم العلمي وممكن أرواح كتير تتنقذ. لكن سورا مش عاجباها الفكرة لأن في الحالة دي مش هتكسب أي فلوس. في الوقت ده ليكليرك كان بيجمع عائلات لما اكتشفوا ديناصور راجع لعشه، ولما حس بالدخلاء انقض عليهم. ليكليرك بياخد مساعدة من زمايله، بس الديناصور بيكمل مطاردته بشراسة. بفضل التشتيت اللي سببه الهجوم المجموعة بتنجح تاخد العينة اللي عايزاها، لكن في وسط الخناقة علشان ينقذوا ليكليرك العينة بتقع وهنري بيفقد توازنه وبيقع هو كمان. سورا بتنجح تساعده، بس في وسط الفوضى الديناصور في الآخر بيلتهم ليكليرك قدام عليه الكل المسؤولين. أخيرا بينجحوا ينقذوا العينة، وبالرغم من إن هنري بيقع من ارتفاع كبير حظه كويس إنه بينزل في المية وده أنقذ حياته. سورا بتنزل بسرعة علشان تساعده، وبعدها باقي الفريق بيقرب هو كمان، وبيكونوا مرتاحين إنهم متأكدوا إن الاتنين بخير. وبكده بينجحوا يحافظوا على العينة وبيعتبروا المهمة خلصت، وبكده فاضل بس يرجعوا البيت. وفي نفس الوقت العيلة ماشية بالمركب المطاطي في هدوء ومستمتعة بالمنظر، وهم بيقربوا من منشآت المعمل القديم. دين كان وهو بيراقب من بعيد بيلاحظ إن معبد الهليكوبتر موجود في نص سد كبير، بس مش قادر يلمح العيلة. لكن سورا بتلاحظ آثار رجلين لسه جديدة على الأرض وبتبدأ تنادي بصوت عالي،
وهي مقتنعة إن الصغيرين قريبين، بتعلن إنها تروح تدور عليهم. بينجحوا يتجمعوا أخيرا مع العيلة، مع إن تريسا باين عليها الغضب الشديد من كريبس، وفي وسط التوتر كريبس بيهدد المجموعة بسلاح وبيطلب منهم يفضلوا هادين ويستنوا وصول الهليكوبتر. في اللحظة دي البنت الصغيرة بتسمع أصوات غريبة وبتطلب منهم يسكتوا. الأصوات جاية من مولد كهرباء فيه تايمر بيشتغل بعد ثواني وبينور الأنوار وبيشغل مزيكا. فورا ديناصور متحور بيقتحم المكان وبيجبرهم يجروا ويتفرقوا في كذا قسم من المجمع علشان يستحبوا. شوية منهم بينجحوا يقفلوا على نفسهم في سوبر ماركت، والديناصور المتحول بيطاردهم بإصرار. ومن ناحية تانية الدكتور ودين كان بيستحبوا في قسم تاني بالظبط في المعمل اللي القصة دي كلها بدأت فيه. سورا وكريس من ناحيتهم بيتحبسوا تحت عربية وبيضربوا مرة على الديناصور المتحور علشان يحاولوا يبعدوه. دولاريس الديناصور الصغير المتحور بيظهر في اللحظة دي وبينجح يلاقي المجموعة، والبنت بتديله شوية أكل. بيظهر ديناصور متحول تاني. النوع الجديد ده بيجري ورا البنت مع إنها بتنجح تستخبى جوه تلاجة. الغريب إن الديناصور بيبص على نفسه في مراية قريبة وما بيعجبوش شكله فبيقرر يمشي. في الوقت ده الباقيين بيفكروا في خطة وبيبدأوا يتحركوا من خلال المواسير. من ناحيتهم دينكان وهنري بيكتشفوا وجود أنفاق تحت الجزيرة بتوصل مباشرة للمحيط، ومن هناك بيلمحوا الهليكوبتر وهي بتقرب، وكمان أنواع مختلفة كانت متجمدة في غرف تبريد. دينكان بيقرر يروح يدور الأولاد ويبعت هنري ناحية الهليكوبتر. ومن ناحية تانية كريبس وهو معاه العينات بيلاحظ إن معاه مفتاح عربية وبيقرر يهرب ويسيب سورا وراه، لكن سورا مش بتستسلم وبتجري وراه. وبعدها بتشوف ديناصور بيكتشف الأولاد في المواسير وبينزل يدور عليهم، بس هي كمان بتنط علشان تساعدهم. في نفس الوقت طيارين الهليكوبتر لما مش بيشوفوا أي إشارات واضحة بيستعدوا يمشوا، لكن هنري بيرمي شعلة ضوئية بتوصل لهم في الوقت المناسب، وبكده بينجح يلفت انتباه الطاقم. الهليكوبتر بتغير اتجاهها علشان ترجع تنقذهم، بس في اللحظة دي بالظبط بيظهر ديناصور متحول عملاق وبقوة مدمرة بيحطم الطيارة بالكامل. هنري وهو مرعوب بيهرب بأقصى سرعة علشان يبلغ دينكان باللي حصل. أخيرا الكل بينجح يتجمع مع لالا كريبس. هنري بأسف بيقول لهم إن الهليكوبتر اتدمرت وإن اختيارهم الوحيد هو إنهم يتحركوا في نفق هيوصلهم للمحيط، وهناك في مركب مطاطي. ومن ناحيته كريبس بيكمل سواقة بإصرار وبيشيل من طريقه كل الديناصورات المتحورة اللي بتقف قدامه، وهو رايح برضه ناحية الرصيف على أمل إنه يهرب. وبنرجع للأولاد بيلاقوا نفسهم وش لوش مع الديناصور اللي اقتحم المواسير، بس بيقضوا عليه. هما عارفين كويس إن لو كريبس وصل قبلهم للمركب هياخدوا الأول وهم يتحبسوا في الجزيرة. بينجحوا يتقدموا لحد المخرج، بس بيلاقوا روح التحكم سد طريقهم. وبما إن البنت الصغيرة هي الوحيدة اللي حجمها صغير كفاية علشان تعدي بالمساحة الضيقة، بتعرض إنها تعدي وتفتح الباب من الناحية التانية، لكن بالظبط في المنطقة دي موجود الديناصور المتحور العملاق اللي لسه واكل الهليكوبتر من شوية. بشجاعة البنت بتنجح تفتح الباب وبتخلي الباقيين يخرجوا، وفي اللحظة دي بالظبط الديناصور المتحور الضخم بيتلهي بكريبس اللي بيقف في طريقه وهو راكب العربية. المخلوق بيسحب العربية بقوة رهيبة، مع إن كريبس بينجح يخرج سليم، لكن في تطور مأساوي الديناصور العملاق في الآخر بيمسكه وبيبلعه بالكامل. سورا من غير ما تضيع وقت بتاخد العينات اللي وقعت من ايد كريبس، وهم مصممين يهربوا. المجموعة بتتجه بسرعة ناحية المركب المطاطي، لكن البنت الصغيرة بتتجمد من الخوف لما بتشوف الديناصور العملاق قريب منها قوي وهو بيهدد يمسكها. دينكان وهو مصمم يحميها بيولع شعلة علشان يلهي الوحش ويبعده عن البنت، وبتصميم بطولي دينكان بيضحي بنفسه وبيغطس في البحر بالشعلة وبينجح يخلي الديناصور المتحول لعملاق يجري وراه. سورا وهي متدمرة نفسيا بتتفرج على المشهد من غير ما تقدر تعمل حاجة، مع انها في الاخر بتنجح تطلع المركب وبتخلي الكل يركب، ومع ذلك بتبان مترددة تمشي من غير دينكان ونفسها تستناه، لكن الباقيين بيقنعوها انهم لازم يمشوا في اسرع وقت. من المركب بيشوفوا بألم شديد دينكان وهو كأنه بيستسلم للمحروق اللي مش بيرحم. شوية والمجموعة بتتهاجم هي كمان، بس لحسن الحظ المركب أسرع وبينجحوا يسيبوا الطفرة العملاقة وراهم. دقايق بعدها ولما بيفتكروا ان كل حاجة خلصت بيلمحوا شعلة من بعيد. لما فاجئت وراحت الكل بيطلع دينكان اللي قدر ينجو، وبسرعة بيطلعوا المركب وبيكملوا طريقهم للحرية. وكمان بيكتشف ان دولاريس الديناصور الصغير المتحور نجح هو كمان يهرب معهم. بعد ما انقذوا العينات هنري وسورا بيتكلموا عن مصيرها. الدكتور بيقول لسورا انها هي اللي لازم تقرر دلوقتي هتعمل ايه بالاكتشاف ده،
بعد ما بتفكر سورة بترد إنها في اللحظة دي تفضل إن العينات تستخدم لخير العالم، وإن الفلوس في النهاية ما بقتش أهم حاجة بالنسبة لها. من هنا بينتهي فيلمنا بتاع النهاردة، أتمنى يعجبكم. ما تنساش تشترك في القناة عشان يوصلك كل جديد. سلام.